السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا إليكم من جديد بفيديو من عند الطيور. النهاردة فيديو مميز وجديد بإذن الله. بقالنا كتير منزلناش فيديوهات، ياريت تشجعونا دايما كده وتحطوا لايك علشان ننزل لكم فيديوهات كتير، وعلشان كلنا نستفاد بإذن الله. النهاردة حابة أوريكم حاجة حلوة كده. بسم الله ما شاء الله. انا هبتدي مشروعي الجديد. جبت نتايتين بط، كان عندي نتاية وذكر من الاول، جبت عليهم نتايتين تاني. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، علشان الانتاج يزيد والخير يزيد باذن الله. زي ما انتم شايفين كده انا حاطه لهم اكل من البيت، بواقي خضره من السوق اللي هي الشبت والكزبره والبقدونس. بنحط برسيم، بتجيبي برسيم وبتقطعيه وتحطيه في التلاجة وتاخدي منه كل يوم شوية. عندك عيش، عندك اي حاجة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هما اول ما جم بيضوا بيضة وانا سبتها، ودي تاني بيضة اهي. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بواقي اكل، اي بواقي اكل عندكم. بس للاسف البطة غيرانة فعورتهم، لو تشوفوا كده دم على الارض يعني. بسم الله ما شاء الله، دي اول بيضة فانا سبتها علشان يبيضوا عليها. بس كمان اول مرة البطة تبيض، اول خير ليها عندنا يعني. فباضت البيضة بعيد شوية، اول مرة باضت في الطوق، بعد كده باضت بره. ان شاء الله الايام اللي جايه تبيض في الطوق، ونحط لها شويه قش علشان تحافظ على البيض. طبعا انا باخد البيض بشيله عندي تحت في حته رطبه علشان البيض ما يبص مننا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يرزقنا خيرهم ويكفينا شرهم. قول اللهم بارك يا جماعه. ده الفصيله دي مسكوفي على سوداني، مسكوفي على سوداني. اللي بعتهم لي قالت لي كده، ربنا يبارك لها. البطه بتاعتنا كانت راقده، بس للاسف اللي هي في الزاويه دي، للاسف البيض بتاعها اتكسر لان كلهم كانوا معاها في المكان، وانا ما كانش عندي مكان اعزل فيه. بس الحمد لله البيض طلع فيه كسر، والبيض والبطه بتحافظ على البيض، فعرفنا ان هي يعني شاطره. بسم الله ما شاء الله. طبعا ذكر الوز ده كان معاهم في الاوضه كمان، طلعته بره وحجزته. هننضف طبعا المكان ده وهنحط لهم اكل. الاكل ده كان بايت عندهم من اخر النهار، من اليوم اللي قبله كانوا بيتعشوا، وده اللي فاض. قولوا بسم الله ما شاء الله يا جماعه. ذكر الوز ده كان معاه نتايه، بس احنا ذبحناها. لقيتها كل شويه تقع، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونجيب له نتايه ونقفل المكان دوت ويبيضوا فيه باذن الله على الموسم. لان البط بيبيض طول السنه، لكن الوز ليه مواسم معينه يعني. بيبيض في الشتاء والربيع. بسم الله ما شاء الله، دخلنا عند الحمام. اللهم بارك. هبتدي ان انا انضف المكان، وبعد كده احط لهم علشان يفطروا. طبعا الحر شديد جدا اليومين دول، فلازم النظافة، ننضف المكان على طول. انا كل 3 ايام بنضف. ببتدي بقى ان انا اشيل الاقفاص كلها واشمسها، احطها في الشمس، وبمسك العلافات والاكلات وكله بغسله بالمية والصابون والكلور. زي ما انتم شايفين كده الاكله مشمساها حطها في الشمس، والاقفاص حطها في الشمس اهي، علشان نحافظ على طيورنا ونعقم المكان. وكل 3 شهور مرة بنرش. بنرش رش زي اكتوموسرين، لاستر. الحاجات دي امنة على الطيور يعني. اكتوموسرين 5% من الصيدلية، او لاستر بيحافظ على الطيور من الحشرات. كده كنسنا الارض، ولسه هعيد عليها تاني، وهبتدي ان انا اكحتها علشان لو في حاجة لازقة في الارض ولا حاجة نشيلها. طبعا المقشة مش بتطلع كل حاجة زي ما انتم شايفين كده، عزكم الله. لازم النظافة الدورية ديت علشان نحافظ على الحمام وعلى الطيور من المرض الجدري المنتشر ما بين الزغاليل اليومين دولت ومدمر الزغاليل. هنعمل حاجتين. اولا لازم السلك يكون ضيق.
السلك بتاع المكان بتاع الشبابيك او الباب يكون سلك ضيق، ما يعديش الناموس، لان الناموس اكبر عدو للحمام، بينقل مرض الجدري من طائر لاخر، فبيقرص الحمام، وممكن يقرص الحمام الكبير، والمرض ينتقل من الاباء والاهالي الى الزغاليل، او ممكن يقرص الزغاليل مباشرة ويسبب لهم جدري. فربنا يعافينا ويعافيكم. لازم نرش على طول ونقفل المكان كويس، ما يكونش السلك واسع. وزي ما انتم شايفين كده عندنا بسم الله ما شاء الله الحمام بايض، ده كريزلا، دول القفص ده واللي جنبه دول ولاد بعض، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. عشان نحافظ على الحمام من الجدري لازم اولا نقفل المكان كويس. ثانيا اللمبه ما تشتغلش بالليل، لو في لمبه في المكان ما تشغلوهاش بالليل، لان الناموس بيجي على النور، فلما الناموس يدخل على اللمبه وعلى الاضاءه فهيبتدي ان هو يقرص الحمام وينقله مرض الجدري. فعافانا الله واياكم. لازم نحافظ على طيورنا وما نشغلش النور عندهم بالليل على قد ما نقدر، على قدر المستطاع، تمام، الا للضروره القصوى. حاجه تالته بقى هنعملها غير الرش وغير ان السلك يكون ضيق، هنأكلهم حلبة، يعني كل يوم حفنة حلبة كده نحطها على الأكل. دي بتخلي ما فيش أي حشرة تيجي تقرص الطيور أو الزغاليل، وكمان بتخلي حجم الزغاليل ممتاز جدا، لأن طبعا الأهالي بتاكل وبتأكل الطيور، فريحة الحلبة بتخلي الحشرات ما تقربش من الزغاليل أو من الحمام الكبير، تمام. بتحطوا حفنة حلبة على الأكل كله، بتقلبوه والحمام بياكله بإذن الله، بس طبعا يكون الحمام جعان علشان ياكل الأكل كله، ما يسيبش حلبة ولا يسيب حاجة، تمام يا جماعة. فأحسن حاجة تحطوها هي الحلبة. كمان الحلبة بتنزل الديدان، يعني انتوا لو حطيتوها كل 3 ايام نضفوا ورشوا وعقموا المكان، علشان في ديدان هتنزل لو عندكم ديدان، وهتحسوا بفرق في حجم الحمام وحجم الزغاليل. الناس اللي عندها بتبقى الزغاليل صغيرة وممقوتة كده وما بتكبرش، بيبقى سببها ان هم عندهم ديدان، الاهالي عندهم ديدان في امعائهم وبتنتقل للزغاليل. وان شاء الله في الفيديو القادم هقول لكم تكلفة مشروع البط كلفني قد ايه بإذن الله، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.